ريباز إلى هيردي، كرة عمر جبار رأسية فريق الصناعات الكهربائية. أولابي قريب لمنطقة الجزاء، خطيرة على مرمى أربيل وركلة جزاء. الدقيقة الثانية فريق الصناعات الكهربائية يحصل على ركلة جزاء بتدخل من حارس المرمى ريباز عبد الله. ريباز عبد الله بداية خطأ دفاعي، وبعد ذلك جاء الدور على حارس المرمى ريباز اللي يرتكب خطأ أمام مهاجم فريق الصناعات الكهربائية النيجيري رحيم أولابي، اللي يمنح فريقه بداية مثالية لفريق نادي الصناعات الكهربائية من خلال هذه المباراة، وهي مباراة مهمة للصناعات. يريد العودة ب3 نقاط، يريد العودة من أجل تحقيق الانتصارات. وهنا المحاولة مرة أولى وثانية وركلة جزاء واضحة. حكم المباراة كان قريب، السيد أحمد كاظم يشير إلى وجود ركلة جزاء لصالح نادي الصناعات الكهربائية. ريباز يرتكب خطأ مع وجود ركلة جزاء. آيات خلف اللاعب الخبرة قائد الصناعات يحاول أن يبدأ المباراة بتسجيل هدف أول والضغط على فريق أربيل من خلال هذه المباراة اللي تعتبر في غاية الأهمية بالنسبة للمدرب عادل نعمة اللي يتحدث عن هذه المباراة كثير. وركلة جزاء، آيات خلف يتقدم وهدف أول للصناعات الكهربائية. للصناعات الكهربائية أولابي يصنع ركلة جزاء يسجل من خلالها آيات خلف على يسار حارس المرمى ريباز عبد الله حارس المرمى لنادي أربيل. إذا الصناعات هدف، أربيل لا شيء. الدقيقة الثالثة فريق نادي الصناعات يسجل عن طريق آيات خلف اللاعب الخبرة. 1-0. لاحظ الإعادة وآيات خلف بذكاء بالخبرة يلعبها بمكان صعب على الحارس ريباز عبد الله ويسجل أول أهداف المباراة من خلال هذا اللقاء. لقاء أربيل